استحمل كل اللي اتقال عليه من مرتضى على بيته على نفسه على بلده انه ما بيخشش واخواني وكل المهاترات دي، وعايز تحس بنشوة الانتصار شوفها عند الزملكاويه كانهم كسبوا 1000 بطولة امبارح برحيل سيد عبد الحفيظ. فهم حبوا يزوقوا الكلام شويه، فقالوا له واحنا بنعرض عليك منصب في لجنه الكوره او شركه الكوره. طبعا سيد عبد الحفيظ يعني كان قاعد مش سامع باقي الكلام، يعني هو سيد ما كانش يعتقد ابدا في الوقت اللي النادي ناجح فيه ومحقق كل البطولات دي ان يبقى في حد عنده تفكير. ثانيا سيد عبد الحفيظ سنه صغير، ما هوش عنده 60 سنه ولا 70 سنه، فالمفترض ان انت بتضخ بدماء جديده. ثالثا لو انت عايز تضخ بدماء جديده كنت ممكن تشغل الكابتن خالد بيبو او الكابتن وليد سليمان مع سيد عبد الحفيظ سنه لغايه ما ياخد خبراته. الاثنين محترمين جدا، وكلامي ليس اعتراضا على الكابتن بيبو خالد بيبو وليس اعتراضا على الكابتن وليد سليمان، الاثنين ولاد النادي الاهلي ويشرفوا النادي الاهلي في اي مكان وكلهم على راسنا. وما يزعلوش من الجمهور اللي بيدافع عن سيد عبد الحفيظ، لان سيد عبد الحفيظ كان في وقت كان الكل ساكت وهو الوحيد اللي بيدافع عن الاهلي وجماهيره بكل قوه وبكل اصرار، فده حق سيد عبد الحفيظ عند جمهور النادي الاهلي. لما اتعرض عليه المنصب شكر وقال لهم طيب حاضر هبقى افكر، لان الموضوع طبعا جاي مفاجاه يعني بالنسبه ليه. ونزل سيد عبد الحفيظ، طبعا الطبيعي سيد لما نزل هيتوجه بقى للغرفه بتاعته والاوضه بتاعته يلم حاجته ومش عارف ايه، لكن سيد من احساسه بالصدمه وبالحزن وبكل اللي حصل، ومش هقول خيانه ولا بتاع، لكن سيد عبد الحفيظ حس ان هو مش عارف، يعني هو ما فهمش ايه القرار. والكلام بقى اتقال ان ده قرار خارجي وان ابعاد مرتضى قصاده ابعاد سيد عبد الحفيظ، ولكن الحقيقه ان مجلس الاداره راى طالما مرتضى ابتعد ان هو كانه بيمتثل للهدوء كمان وخلاص. طبعا سيد نزل من على طول ومشي، ولكن سيد لما قعد بالليل كده وفكر ايه كابن من ابناء النادي الاهلي، قال طبعا لا ما ينفعش وما يصحش، لازم ارجع الم حاجتي واقعد مع الكابتن خالد بيبو اعلمه اعرفه بكل شيء حصل في النادي الاهلي، كل لعيب عنده ايه، في عندهم انذارات، عندهم ارتباطات، عندهم وهو كان في النادي الاهلي من شويه بيلم حاجته وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يوري الكابتن خالد بيبو كل التفاصيل. وطلب من كابتن خالد بيبو انه لو احتاج اي حاجه او اي معلومه او اي راي او استشاره هو وراه وموجود، وفي اي وقت يعوز حاجه يكلمه وهو اللي هيجيله لغايه النادي الاهلي ويديله كل اللي هو عايزه.